أهلا بيكم في قناتنا، المكان اللي بنحكي لكم فيه حكاية الكورة من أول الصفرة لآخر لحظة، بالكواليس والأسرار اللي ما بتطلعش للإعلام، وبأسلوب بسيط يخليك تحس إنك عايش اللحظة جوه الملعب. في ليلة افتتاح مشوار الأهلي في الدوري، كل المؤشرات كانت بتقول إننا هنشوف بداية نارية، بداية تفرح الجمهور وتدي رسالة لكل المنافسين إن الأهلي جاهز يسيطر من أول يوم. لكن الصفرة الأخيرة قلبت كل التوقعات. النتيجة تعادل 2-2 قدام مودرن سبورت. في لحظتها خيم الصمت على المدرجات والملامح اتغيرت. الجمهور مش مصدق اللي حصل، واللعيبة نازلين من الملعب برؤوس منحنية. لكن جوه القلعة الحمراء ما كانش فيه وقت للحزن. المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو اتحرك فوراً، والغضب كان باين على كل تفاصيل وشه. مصادر من الجهاز الفني أكدت إن ريبيرو اتضايق جداً من الأخطاء الدفاعية، خاصة غياب التغطية من المهاجمين، ودي كانت الثغرة اللي سمحت للمنافس يسجل هدفين. ريبيرو ما اكتفاش بالكلام، قرر خطة عاجلة، تدريبات مكثفة على التمركز الدفاعي وقت التحولات، ضغط أعلى من أول الملعب، ورسالة محددة: الكل بيدافع حتى المهاجمين. لكن القصة ما خلصتش عند هنا. في المؤتمر الصحفي بعد الماتش، الصحفيين حاولوا يجروه لتعليقات عن الآراء والتحليلات، لكنه رد بحزم: أنا هنا أتكلم عن فريقي مش عن آراء شخصية. وعن المباراة، أرجع التعادل لتسرع اللعيبة في إنهاء الهجمات رغم السيطرة والاستحواذ، وأكد إنه هيعيد مشاهدة اللقاء لتحليل هدف الخصم بدقة. وبينما الأنظار كلها كانت رايحة للأخطاء الدفاعية، كان في ملف تاني مولع، ملف حراسة المرمى. الناقد الرياضي محمد عراقي كشف في برنامج هاتريك مع الإعلامي محمد المحمدي إن المفاجأة الكبيرة كانت في إشراك مصطفى شوبير أساسي والشناوي على الدكة. لكن المدهش إن الشناوي نفسه ما تفاجئش، لأنه كان عارف من ليلة المباراة إنه مش هيلعب. العراقي قال إن الشناوي اتضايق جدا من القرار، خاصة إنه جه بعد اقتناع فني من ريبيرو ومدرب الحراس الجديد إن مصطفى شوبير أحق بالمشاركة. وأضاف إن الشناوي كلم الكابتن محمد يوسف وقال له لو الوضع استمر كده أنا همشي في يناير. دلوقتي الأهلي قدامه أيام قليلة قبل مواجهة فاركو يوم 5 أغسطس. الجمهور منتظر رد فعل قوي، والإدارة مش هتقبل أي تهاون. السؤال اللي كل الأهلاوية بيسألوه: هل دي هتكون بداية التصحيح ولا هنشوف استمرار للتعثرات؟